السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد ان شاء الله، وبتمنى فيديو النهارده يعجبكم ويكون عنده حسن ظنكم. لو اول مرة تشوفوا قناتي، انا نورة، وبتمنى تنوروني بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكم بيه اشعار. بحبكم في الله ودمتم في حياتي اغلى واحلى اخوات وصحاب. تعالوا بقى نشوف وصفة النهاردة ونشوف مقاديرنا السهلة وبسيطة. هنعمل فطير بطريقة بسيطة جدا وبمقادير أبسط من كده مفيش. تابعي معايا فيديو النهاردة، لايك وشير وسبسكرايب للقناة. بحبكم في الله، ويلا بينا نشوف مقادير الفطير بتاع النهاردة. أول حاجة كده، المقادير بتاعتنا سهلة وبسيطة جدا، وهي عبارة عن كيلو من الدقيق، هضيف عليهم رشة من الملح، وكمان هضيف 3 معالق كبار من السكر. السكر اختياري، حابة تضيفيه ضيفيه، مش حابة براحتك. بس انا بحب لازم اضيف سكر للفطير. تمام، يعني بحيث مثلا اللي مش بيحب العسل ف يعني ياكل معاه عسل او ياكله مثلا بجبنة قديمة، فهو عادي ممكن يتاكل كده بدون اي حاجة خالص. تبقى مقاديرنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن كيلو من الدقيق، وكمان هضيف عليه رشة من الملح، 3 معالق كبار من يعني 3 معالق معلقتين على حسب ما انت عايزة من السكر الحبيبات، وكمان معايا 3 كوبايات من المية العادية، مية عادية خالص، ولا دافية ولا سخنة ولا اي حاجة، مية عادية. تمام. هشغل العجان اول حاجة، وهبتدي ان انا كده اقلب المكونات الجافة مع بعضها، وبعد كده هبتدي انزل بالمية واحدة واحدة بالتدريج، لان طبعا كل نوع دقيق بيختلف قابليته للسوائل عن غيره. تمام. هقلب زي ما انتوا شايفين كده. هشغل العجان على سرعة متوسطة، وهبتدي اعجن في العجينة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. عجينة الفطير مهم جدا ان هي تتعجن عجن كويس، يعني مش اقل مثلا من 12 15 دقيقة، عجن متواصل عشان تاخدي افضل نتيجة. بصي بدأ يمط معايا، بصي المطة، بس برضو لا، حسيت ان هو محتاج عجن تاني، فشغلت شغلت العجان حوالي 5 دقايق، وبعد كده هوريكي دلوقتي قوامه وشكله بعد ما اتعجن 15 دقيقة متواصلة. طبعا فطير من الحاجات اللذيذة الحلوة، مش هقول الخفيفة في أكلها، بس احنا بنحاول قدر المستطاع ان احنا ما نزودش في المادة الدهنية قوي، يعني عشان ما يبقاش تقيل قوي. طبعا انا اليوم ده اتعاملت معاه ان هو وجبة غدا، يعني كان جنبه كده جبنة وعسل اسود، واتعاملت ان هو وجبة غدا. فيعني نوعا ما نقول مثلا المادة الدهنية ليه ما كانتش زيادة شوية، كانت يعني وسط. بعد ما عجنته بقى عجنة كويسة قوي، وبصوا المطة ما شاء الله في العجينة. ومهم قوي عجينة الفطير تكون معاكي معجونة كويس عشان تاخدي منها المطة الحلوة دي، عشان تفرد معاكي كويس قوي وانتي بتستخدميه. بعد بقى ما عجنته كويس قوي، هجيب صينية كده وهفرد عليها شوية من الزيت، وبعد كده هبتدي اقطع كرات العجين بتاعتي زي ما انا عايزة. قطعيها زي ما تحبي، تقطيع صغير تقطيع كبير، التقطيعة اللي انت عايزاها قطعيها. هسيبه بقى متقطع معايا كده ثواني، اجهز بس المادة الدهنية. طاسة فاضية ضفت فيها كام مكعب من الزبدة، وكمان معلقتين 3 كده من السمنة البلدي، وهبتدي ان انا يعني افككهم كده على نار هاديه، مش يسخنوا بس يتفككوا، بس اللي هي بس الزبده تفك كده ما تبقاش مجمده. وهبتدي ان انا اشتغل بيها على طول. بدأت كده، جبت الصينية وبدأت كده أضيف فيها شوية من السمنة والزبدة، وبعد كده هبتدي إن أنا أحط فيها كرات العجين. أنا هنا اتلخبطت، يعني المفروض كنت قطعت كرات العجين على طول في الصواني الصغيرة اللي محطوط فيها المادة الدهنية اللي هي السمنة والزبدة، عشان طبعا أنا كنت محتاجة الصينية الكبيرة عشان أفرد عليها العجين. فبعد طبعا ما عملت الخطوة دي وقطعت على الصينية الكبيرة، رجعت تاني جبت الصواني الصغيرة وحطيت فيهم كمية كده حلوة من السمنة والزبدة اللي احنا مسيحينها. وهبتدي بصوا ما شاء الله اللهم بارك، العجينة حلوة قوي ومطتها حلوة قوي. زي ما قلت لكم، بدأت كده اجيب الصواني واضيف فيها المادة الدهنية اللي احنا مفككينها مع بعض، اللي هي السمنة والزبدة. وهبتدي ان انا احط فيها كرات العجين عشان اخد بقى كرة كرة، وابتدي ان انا افردها براحتي على الصينية عشان بس المساحة.
بدأت كده افرد اول كورة. الفرد سهل جدا ما فيهوش اي حاجة. افردي على مهلك، حتى لو حاجة اتقطعت منك ما تقلقيش، مش هتأثر معاكي في اي حاجة. المهم ان يكون في مادة دهنية تحت العجينة اللي انت بتفرديها، من تحت ومن فوق تكون موجودة المادة الدهنية بتاعتك، على حسب بقى ما انت شغالة بزبدة وسمنة، او سمنة وزيت، او زبدة وزيت، على حسب اللي انت شغالة بيه. المهم تكون المادة الدهنية على سطح العمل وكمان على العجينة من فوق. هبتدي كده اخد كورة كورة وبفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه. فرد سهل خالص، مجرد بس بزقها كده بايديا بتتفرد بمنتهى السهولة. بعد كده ببتدي اطبقها واشيلها اول واحدة وافرد غيرها، وبعد كده بحط واحدة داخل واحدة، بيبقى شكلها معايا بالشكل ده. انا طبعا مش هعمله كله في الفرن، انا هعمل كام واحدة كده على البوتاجاز من فوق في الطاسة يعني، وهوريكم برضو شكلهم في النهاية. انا وريتكم شكلهم في الاول، وبرضو هوريكم شكلهم في النهاية. بعد ما فردت زي ما قلت لكم بنفرد وبنقفل بالشكل اللي انتوا شايفينه، يعني الصورة موضحة نفسها اكتر من الشرح. وببتدي ان انا اضيف الكورة اللي انا عملتها قبل كده في قلب الكورة الجديدة. يعني بعمل كام كورة؟ انا عاملة 3 جوه بعض، دي كده 3 جوه بعض. تمام. مش فاكرة 3 ولا 2، يعني ممكن تعملي 3 2 على حسب ما انت عايزة. وبعد كده بقى بجيب الصينية بتاعتي وبحط فيها الكورة الأخيرة بتاعة العجين بتاعة الفطير، وهسيبها ترتاح تماما. وبعد كده هفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا هنا كده فردتها بالشكل ده، مليت بيها الصينية كده. وفي التوقيت ده انا كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 240 وسبته يسخن كويس قوي. كان عندي بقى قشطة. هاخد كده معلقة كبيرة كده من القشطة، وهبتدي ان انا اوزعها على وش الفطيرة بالشكل ده. الخطوة دي ممكن تستغني عنها، وممكن كمان تبدليها بسمنة، ممكن تعمليها بسمنة، وممكن تستغني عنها خالص. بس بما اني كان موجود عندي قشطة كده كده يعني على رف التلاجة كانت موجودة، فاخدت منها معلقتين كده على وش كل فطيرة. اديتها طبعا طعم وريحة حلوة جدا. بعد ما وزعت القشطة على وش الفطير بالشكل ده، وزي ما قلت لكم مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 240، وحاطة الشبكة في الرف اللي تحت. لازم احط الشبكة بتاعتي في اول حاجة تحته خالص كده، عشان الفطير لازم نار تكون عالية. هضيف بقى اول صينيه هحطها تحت بالشكل ده، وبرضه هحط الصاجه بتاعه الفرن واحط تاني فطيره، بحيث ان هي بس تاخد معايا كده ايه حراره. وهي فعلا اخدت معايا لون، يعني انا بدلت فوق وتحت كده اخدت معايا لون. بصوا شكلها هنا ما شاء الله اللهم بارك، وهي بتبقبق كده وبتغلي كده القشطه على الوش، والريحه ما شاء الله اللهم بارك كانت حلوه جدا. ما اخدش معايا في الفرن حوالي 15 دقيقه، وطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه. الوش ما شاء الله لونه حلو، وكمان قاع الفطيرة برضو ما شاء الله اللهم بارك حلو جدا زي ما انتوا شايفين. وكمان هوريكم الكام واحدة اللي انا عملتهم برضو في الطاسة فوق على البوتاجاز. بعملهم ازاي؟ طاسة على النار، اول ما بتسخن معايا بحط كرة الفطير، وببتدي ان انا ابططها كده وافردها واوزعها كويس في الطاسة. وبعد كده بهدي النار كويس جدا عليها، بغطيها بغطا وبسيبها 5 دقايق، وبعد كده بقلبها على الوجه التاني 5 دقايق. بتاخد معايا 10 دقايق على البوتاجاز من فوق، وبيبقى شكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه. ده الفطير اللي انا عملته على الطاسه من فوق، والفطير التاني اللي عملته من تحت. بتمنى فيديو النهارده يعجبكم، واشوفكم دايما على خير. مع السلامه.